في أي سؤال أيها الإخوة أو إضافة أو أي شيء تحبوا تقولوه؟ إيه أعتقد نائب يمكن هو اللي كذا. لا لا هذا مش نائب، هذا في بريطانيا، هذا اللي بسب على أم عائشة عليهم الله ما يستحق. ما شاء الله. بعرف ماذا تقصد. أنا استمعت لي أيضا. نعم، على كل حال هذا الشخص موجود الآن في بريطانيا تقريبا، واستضيف أكثر من تلفزيون وتكلم، وفي اليوتيوب عنده عشرات المقاطع. طبعا أول سمة شاب صغير يمكن في 37 سنة ولا كذا، فعلا كما تفضلت، الوقاحة النادرة، عنده وقاحة وجزارة وقلة أدب. طبعا مهما حاول ومهما تفلسف وتحرق وتراقع، وأنه هذه ملفات والحقائق لابد أن تفتح ولابد أن تقال ولا مجاملة في الحق، كل هذا لا يشفع له مقابل وقاحته وقلة أدبه على أعلام الأمة وأشراف هذه الأمة. قلة الأدب أنا بقول لك لا يمكن أن تكون سمة عالم من العلماء. قلة أدب، وخاصة مع من؟ مع الكبار الأكابر. يعني إنسان يطيل لسانه في أمهات المؤمنين أزواج رسول الله. أنا أقول لك وأشهد بالله العظيم أن هذا الإنسان مغلوب على عقله، أقسم بالله مغلوب على عقله. هل تظن أن الله تبارك وتعالى يرضى لنبيه وخيرته من خلقه واحدة أن تكون زوجة من أزواجه وتنسب إليه وتحظى بشرف أن تكون أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، وتكون كما يقول هذا المأفون المجنون المغلوب على عقله ناقص الأدب والدين والعقل جملة؟ لا يمكن، حاشا لله تبارك وتعالى، حاشا لله. بعدين اثنين، أنا أقول لك أنت ممكن ترى رجلا عالم من العلماء، عالم مش نبي، مش محمد عليه السلام، عالم جليل وقور تقي ورع، وتعلم مثلا أن الله تبارك وتعالى ابتلاه مثلا في بعض أهله أو ولده، ابن سكرجي مثلا أو كذا أو كذا. أنا أقول لك والله العظيم قولا واحدا، الأدب يحملك على ألا تتكلم بحضرته عن الأبناء العققة أو الأبناء الفالتين الفاسدين أبدا أدبا، احتراما لمقامه وتقواه. أين الأدب مع رسول الله؟ أين الأدب؟ هذا لو صح، وهذا لا يصح إلى يوم الدين بإذن الله طبعا. هذا لو صح إنه في مآخذ حقيقية كما يذكر هذا المجنون السخيف. أنا استمعت ليه ولا عالم، أنا أتمنى أن أناقشه وناقش أمثاله. أنا أقول لك أنا سأجعله يرتعد من رأسه إلى مرفق قدمه إذا كان عنده شوية حياء، إذا بيعرف إيش العلم وإيش النقاش العلمي، يرتعد من فوق إلى تحت هكذا في التلفزيون إذا كان بيفهم إيش هو العلم وإيش الحجة. شايف امبارح الأخ محسن، قل من يفهم من هؤلاء ما هو العلم يا الحجة، أقسم بالله، لكنها الوقاحة والرقاعة، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أقسم بالله. لو كان يفهم امبارح واحد يتكلم، ألا تعرفون حديث المرأة السعفاء الوجهين؟ قلت له لا نعرفه. سعفاء لا نعرفه، الوجه مصنوع من سعيف النخل لا نعرفه، من سعيف النخل. والثاني شيخ بيضحك ولا فاهم، ما ردش عليه لأنه أجهل منه الثاني شيخ أبو لحية. تقول له لحظة لحظة لحظة، وبعدين قبل شوية يا أخي بقول له عليك أن تفهم هناك لغة عربية القرآن. قلت له ممتاز، هناك لغة، هناك هذه كان، هذه اسم كان، هذا اسم هناك منصوب بالجهل. إيش هناك لغة؟ إيش اللي نصبها هذه لغة؟ بدي أفهم أنا، وبتحدث عن اللغة العربية القويمة اللي بها القرآن نزل. شيء جنن، أنا قلبي يكسر، شيء لا يصدق يا أخي. والدكتور كذا كذا رئيس مركز الأبحاث والدراسات بكذا، صح؟ والشيخ الأستاذ الكذا كذا، بلا الشيخ بلا أستاذ بلا دكتور، جننتونا جننتونا.
نفسي عارف اقسم بالله، بس هذه امه خلاص غلب عليها ما بعرف يصير. نفس هؤلاء عادي وبحبوا النقاشات، قال هم جيبهم طلعهم في نقاش ساعة ساعة ونص، امسكوا حتة جملة إياك تفوت له شغلة. قولوا لا قولوا هذا علم أمام الناس على الفضائيات. إما كنت من أهل العلم أو أنت من الأدعياء الجهل المتعالمين، واحدة من التنتين. يلا فيه وحنختبرك حتى إيه بالمخادعة. كان أحد الملوك الأدارسة في المغرب عنده عالم مشهور جدا. العالم هذا يعني طار له صيت كذا حتى وقع الشك في قلب مين؟ الأمير هذا السلطان. قال لك يا أخي هذا عمل حاله يفهم كل حاجة وبيجاوب كل حاجة، يكون بيدفع عين هذا، بيدعي كل شيء، أي كتاب قرأه أي شيء بيعرفه أي نظرية شك فيه السلطان. قال له يا مولانا في يوم من الأيام كتاب القنابيل والزنابيل، قال له أعرفه وقرأته. قال له صنعته لك. قال له ما في منه هذا، ألفت الحين هذا، اطلع برا عرفناك. يا أخي قرأته تعرفه القنابيل والزنابيل؟ قال قرأته أعرفه. قال له صنعته لك، مصنوع. قال له هذا ألفناه الحين. قال له اطلع برا يلا طردوا. لازم هؤلاء يمتحنون. أنا أقول لك هكذا بشكل واضح.